واش كتعرف باللي غير سفرية طويلة للمغرب تقدر تكلفك ضريبة مضوبلة على ممتلكاتك؟ بزاف من الجالية كيسحاب ليهم باللي مادام كيدفعوا الضرائب في فرنسا ولا سبريون راهم هانيين في المغرب. ولكن الحقيقة في 2026 تبدلات، وكاين واحد الفخ قانوني سميتو الإقامة الضريبية المزدوجة، يقدر يحطك في موقف صعيب مع إدارة الضرائب. السلام عليكم، أنا بدر كريم، وهذا برنامج إيموفيت إنسايد تولك. الموضوع اللي شاغل الجالية دابا هو كيفاش الدولة ولات كتحسب المقيم الضريبي. القانون المغربي ما كيشوفش غير واش عندك باسبور مغربي، كيشوف مركز المصالح ديالك وفين كتقضي وقتك. واخطر حاجة هي قاعدة 183 يوم. يلاه دوزتي في المغرب 6 شهور في السنة مفرقة ولا متابعة، كتولي مقيم ضريبي بقوة القانون. وهذا الشيء كيعني باللي خاصك تصرح بجميع المداخل ديالك للمغرب، وحتى ممتلكاتك كتولي تحت المجهر الضريبي بشكل أدق. علاش هاد الشيء ولا حامي دابا؟ حيت الإدارة الضريبية ولات رقمية ومرتبطة مع الحدود ومع المحافظة العقارية، يعني كيعرفوا شحال دخلتي وشحال خرجتي بالنهار. ويلا كنتي كتكري دارك في المغرب وما كتصرحش، راه من فاتح يوليوز 2026 تزيروا المساطر ديال الحجز من المنبع. المشكل الكبير هو الازدواج الضريبي، يعني تقدر دولة الإقامة تعتبرك ديالها والمغرب يعتبرك ديالو، وتلقى راسك خاصك تخلص هنا وهنا. نصيحتي ليكم، ردوا البال لحساب الأيام اللي كتدوزوا في المغرب، وحاولوا ديما تطلبوا شهادة الأداء الضريبي يلا خلصتي شي حاجة في المغرب، باش تستعملها كدليل في بلاد الإقامة وتستافد من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي. القانون ما بقاش فيه ما كنتش عارف، والوضوح هو اللي كيحميك من الغرامات الثقيلة. بغيت نسولكم دابا، واش فايت ليكم سمعتوا بهاد قاعدة 183 يوم؟ واش كتشوفوا باللي هاد القوانين جديدة غتخلي الجالية تراجع حساباتها في امتلاك العقار في المغرب؟ خليوا لي آراءكم في التعاليق، وما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. إلى اللقاء.